اجي ندير واحد التجربة وانا متأكد انها غتصدمك 100%. ايوا شنو هي هاد التجربة؟ قناة شباب الأمة. هاد التجربة هي انك غتاخد ورقة وستيلو وغدوز بهم نهار كامل، وديك الورقة غتقسمها على جوج. على اليمين غتكتب الحسنات وعلى اليسار غتكتب السيئات. وملي تفيق وانت بدا تقيد، ولكن خصك تكون حقاني وما تكذبش على راسك. صغيرة ولا كبيرة قيدها. بحال مثلا قلتي السلام لشي واحد، حيدتي شي حاجة من الطريق، صدقتي شي بركة، صليتي مثلا في المسجد، اي حاجه زوينه حسيتي براسك درتيها وفيها الحسنات قيدها. وفحال هكاك السيئات، ما غضيتيش البصر قيدها، قلتي شي كلمه خايبه قيدها، هضرتي بشي واحد قيدها. مو ما غتخسر والو، هذاك النهار ديروها للتقياد. فيما دير شي حاجه قيدها، وملي يسالي النهار جلس مع راسك وجبد ديك الورقه وقراها، وعرف بان داكشي اللي في الورقه هو ولا كتر منه، بصح كيتقيد على كل نهار. وفي ديك الورقه بدا تقارن شكون اللي كتر، اليمين ولا اليسار، وعرف بلي ان هاد العمليه راه كدير لك 24 ساعه على 24 ساعه كل نهار، حتى حاجه ما كتزقل، كلشي كيتقيد من طرف الملكين اللي على اليمين وعلى اليسار. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. الله عز وجل قال قاعد وما قالش قاعد، حيت اللي قاعد كيقدر ينوض، ولكن قاعد جالس وما كينوضش، غير كيقيد لك انت ومقابلك غير انت. داكشي علاش بغيتك دير هاد التجربه وتعرف الصحيفه ديالك شنو كيتكتب فيها. كيف ما قال الصحابي الجليل عمر رضي الله عنه: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. توقع شنو غيكون مكتوب في الكتاب ديالك اللي غتحاسب به قدام الله عز وجل. راه دابا كدير ولكن راك ناسي، ولكن غيجي النهار اللي غتفكر. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه. ما تقولش اللي درتها راه صافي راه دايزه، حيت الشريط ديال حياتك غتشوفوا ليه كامل. داكشي علاش من الاحسن صفي دابا. كان معك يوسف حاضر، شاب من شباب الامه.